أهلا بيكم. معكم مروة الإبياوي مدربة الدوبلاج والتحدث الجماهيري. كتير بيسألونا يعني إيه الصوت المثالي وهل أنا عندي صوت مثالي ولا لأ؟ كل الأصوات عايزة أقول لكم هي مثالية، بس بيكون فيها بعض المشاكل اللي بتحتاج لعلاج. هنبدأ النهاردة نتكلم عن إيه هو الصوت المثالي. 2 هو الصوت اللي بيتفق مع الشكل. 3 هو الصوت اللي بيتفق مع العمر. 4 هو الصوت اللي بيتفق مع وظيفة. 5 هو الصوت اللي بيتفق مع الموقف المناسب. 6 هو الصوت اللي ما فيهوش رجفة، الصوت الواضح في مخارج ألفاظه. طب تعالوا نشرح مع بعض يعني إيه الصوت اللي بيتفق مع الجندر أو النوع. بمعنى إنه لو صوت راجل أسمعه بصوت راجل، ما يكونش فيه نغمة الليديز أو النغمة الحريمي. ولو صوت ست أسمعه بصوت ليدي، ما يكونش فيه الخشونة بتاعة الراجل أو العمق الزيادة بتاع الراجل، أو ما يكونش فيه الصوت الرجالي. فبالتالي لو أنا قدامي ليدي هسمع صوتها إنه صوت فيمينين، ولو قدامي جنتلمان هسمع صوته كأنه صوت رجولي وهو صوت قوي. فبالتالي لو أنا عندي مشكلة في الاتنين، يا إما أنا عندي مشكلة مثلا مع صوتي، أو في مشكلة ساعات بالهرمونز إن إحنا بنحتاج إن إحنا نتوجه لطبيب، أو بنعالجها بطريقة إنه نغير شوية في التمارين أو في استخدامنا لصوتنا. يعني في بعض الناس بتستخدم صوتها بطريقة قوية، لو هي مثلا في مكان قيادي فدايما تستخدم الطبقات العميقة بطريقة فيها مبالغة، فيبدأ صوتها ياخد على الأسلوب الرجالي. أو مثلا لو هو جنتلمان وبيتكلم كتير بطبقة ناعمة، فتلاقي الصوت بيبقى ناعم. يبقى أول حاجة زي ما احنا اتفقنا يكون الصوت الرجولي رجولي والصوت النسائي نسائي. تاني حاجة العمر، واحنا على فكرة قدمنا قبل كده فيديو، وهو فيديو عن الصوت الطفولي. ناس كتير بيبقى أعمارها مثلا 20 سنة وأكتر، وبيبقى المفروض إن أنا أسمع صوت أدلت، ولكن بلاقي صوت طفولي. واتكلمنا عن علاج الصوت الطفولي بالتفصيل، ارجعوا له إن شاء الله في الفيديوهات السابقة هتلاقوا العلاج بالتفصيل وكمان تمارين عملية. بالنسبة للعمر، لو حد مثلا يعني منه مقبول إنه أسمع حد عنده 40 سنة وصوته طفولي قوي، أو في وظيفة قيادية وبيتكلم بصوت طفولي، بالتالي احنا محتاجين ان احنا نعالج الصوت ده، او نشتغل على تمارين تنفس او تمارين لوضعية الجسم زي جراوندنج، تبدأ تخلي الصوت يبقى اعمق، او يتكلم من منطقة الشيست فويس زي ما اتكلمنا عن الصوت الطفولي. يبقى عندنا اول حاجة هو الجندر، تاني حاجة هو العمر، تالت حاجة هو الشكل. بمعنى ان ما ينفعش ابدا يكون شكلي ضخم جدا وصوتي رفيع قوي قوي، او شكلي رفيع جدا وصوتي ضخم قوي. الشخص اللي قدامك بيتعامل معاك بشكل لا واعي، فبالتالي بيكون مش قابل الرساله بتاعتك، او التاثير بتاعك بيكون اضعف عليه. النقطه اللي بعد كده وهو تباعا للوظيفه بتاعتك. يعني ما ينفعش انا اكون في وظيفه سياسيه او منصب قيادي واتكلم بصوت طفولي، وما ينفعش اكون في وظيفه لازم صوتي يكون ودود، مثلا وظيفه فيها كوميونيكيشن او استقبال، ويكون صوتي ضخم ويخوف الناس. فبالتالي لازم اختار الفوكال ايمج، او اختار الصوت المناسب لوظيفتي. كذلك وضوح مخارج الالفاظ. يعني في بعض الناس تلاقيهم 40 سنه او 50 سنه هو مش مهتم انه يخرج مخارج الالفاظ صح، ويقول لك الناس مش بتسمعني، او صوتي ضعيف قوي والناس مش بتسمعني، او عندي رجفه في الصوت بحس ان انا برتعش او بكرر الكلمات او بتلعثم. كذلك ده ما بيكونش صوت مثالي، ولكن نقدر نعالجه. يعني الاشخاص دول بيكونوا رائعين وعندهم على فكره كاريزما كبيره جدا، ولكن مش عارفين يعملوا لها بروجيكشن من خلال صوتهم. عشان يكون صوتك مثالي، اول حاجه يكون مناسب للنوع، يعني رجل او سيده. لو صوت رجالي يبقى صوت رجالي، لو صوت نسائي يبقى صوت نسائي. مناسب للشكل، لو شكلك فيه مثلا بودي بيلدينج يبقى صوت مناسب لهذا البودي بيلدينج، او لو نحيف يكون الصوت مناسب لهذا الشكل. ثالث حاجه مناسب للعمر. رابع حاجه يكون واثق من نفسه، يعني الصوت يكون واثق، يكون الطبقه تكون قويه، ما فيش تلعثم، ما فيش رجفه في الصوت. خامس حاجه يكون مخارج الالفاظ تكون واضحه. سادس حاجه يكون مناسب للموقف اللي بتحكي فيه، او مناسب للوظيفه بتاعتك. ده الصوت المثالي. وتقدر توصل للصوت المثالي. معانا كورسات كتير بنبدا ندرب عليها الناس ان هم يعملوا تمارين عمليه. وعايزه اقول لكم ان في ناس كتير اصواتهم اختلفت. عايزه احكي لكم قصه. كان معايا ليدي كان صوتها طفولي جدا، وهي اكسبرت في مجالها، بعد تغيير الصوت اصبحت مانجر في مجالها. فعايزه اقول لك انت لما بتغير صوتك بتحصل على كاريزما كبيره تقدر تمكنك انك تتقلد الوظيفه اللي انت عايزها. كانت معكم مروه الابياوي، انتظروني بكل الحب والخير ان شاء الله. اشوفكم في فيديوهات جديده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، وسيب لنا في الكومنتير ايه الموضوع اللي عايز تناقشه، او ايه المشكله اللي عندك في صوتك حابب انك تحلها.